هاد الايامات كاينه واحد الظاهره خطيره جدا. واحد الظاهره ديال النصب والاحتيال كيتم فيها استغلال الحاجه ديال واحد العدد ديال الناس، وخصوصا الشباب ديالنا. اللي كيقدم نفسه، اللي كيقدم مواهبه، اللي كيقدم امكانياته. الناس ما للاسف ما كيستاهلوهاش وما كيقدروهاش، والهدف ديالهم هو استغلال هاد الشابه وهاد الشاب لانهم محتاجين ولانهم كيقلبوا على خدمه. مجموعه اخرين من الشباب حتى هما كيقلبوا على خدمه وكيخدموا، ولكن كيخدموا في النصب على اللي كيقلبوا على خدمه. ما كيخموش انهم هما كانوا كيعيشوا نفس الحاله وكانوا كيحلموا وباغيين يوصلوا، وربما ملي ما لقاوش الفرصه او دراستهم معارفهم ما غادا شيء مع الواقع ديال سوق الشغل، التجؤوا للنصب والاحتيال. فكيفاش كينصبوا على هاد الشبان وهاد الشابات؟ كينشئوا واحد المجموعه ديال الشركات الوهميه فقط على الفيسبوك، على الانستغرام، على مختلف الوسائل، وكيعملوا فيها اعلانات تعلن الشركه الفلانيه، وكيقول لك شي سميه ديال شي شركه وكيعمل لها اللوغو ديالها. تعلن الشركه الفلانيه على الرغبه ديالها في تشغيل واحد العدد ديال الشبان، وكتعطيك الشروط: العمر ديالو ما بين كذا وكذا، المستوى ديالو، التكوين ديالو. وفي غالب الاحيان في هذه القضيه ديال التكوين وديال المستوى كيخليوها مفتوحه باش يجروا اكبر عدد ممكن من الضحايا، وفي الاخر كيعطيو ارقام هاتفيه فين غادي تواصل معاهم، فين غادي تعيط ليهم. بزاف ديال الشبان وديال الشابات للاسف كيطيحوا في هذا الفخ امام الرغبه ديالهم انهم يخدموا، وعياو من التشوميره، وعياو من قله ما يدار، وعياو من قله الفلوس، جيبهم ديما خاوي. فكيفكروا باي طريقه انهم يخدموا. لما كيلقاو بحال هاد الاعلانات، وكتكون اعلانات فيها اغراء بالطريقه باش مكتوبه، والثمن يعني الراتب اللي غادي ياخذ هذا اللي غادي يخدم، والامكانيات اللي غتوضع رهن اشارته، فالشاب والشابه كيقول صافي تفتحات ليا البيبان ديال الزهر. كيتصل بهاد الشركه، كيستقبلوا المكالمه ديالو، كيهضروا معاه على اساس انه راه ما يمكنش غادي يجي ويخدم، كيخصو يدوز واحد التيست، كيديروا معاه الوقت، كيمشي كيدوز داك التيست، كيعطيوش النتيجه ديك الساعه باش كيزيدوا يشوقوه ويهيئوه للعمليه ديال النصب. كيقولوا له سير حتى نعيطوا لك، كيخليوه بحال كنقولوا يطيب على خاطرو. من بعد واحد المده كيعيطوا له، كيقولوا له راك دزتي في التيست الاول ولكن راه باقي ان دوزيام تيست، وان شاء الله هذا لا دزتي فيه غادي مباشره تخدم. عندك واحد المده ديال الستاج، واحد المده ديال التكوين، ومن بعد غادي تبدا الخدمه ديالك. وكيطلبوا له مجموعه ديال الوثائق. كيجيب الشاب او كتجيب الشابه هذيك الوثائق، كتقدمهم، وكيدوزوا ليه عاود تيست اخر. من بعد كيقولوا له مزيان دوزتي التيست، دابا غادي تبدا، ولكن كيخصو واحد المجموعه ديال المصاريف ديال الملف باش الملف ديالك يصبح جاهز. كيخصو مجموعه ديال المصاريف، كاين دي تامبر، كاين واحد المجموعه ديال الاشياء كيحسبوا عليه واحد 700 درهم. وإلا كانوا عاود باغيين ياخذوا اكبر قدر ممكن من المال من عنده، كيقولوا راه كاينه واحد لاسيرونس كيخصك تخلصها. كيقدروا يقولوا له 2000 درهم، 3000 درهم، 4000 درهم، ولكن كيعطيوه باللي صافي راه خدم، راه غيبدا الخدمه، غيبدا التكوين ديالو، وصافي غيتلونصا في الخدمه ديالو. كياخذوا منه داك المبلغ المالي، وكيقولوا له سير حنا غادي نعيطوا لك باش تجي تبدا السطاج ديالك. وكيمشي يبقى يتسنى يعيطوا له. في ذاك الوقت هو وعدد كبير من الشبان والشابات كيتسناو. هذيك الشركه الوهميه اللي كانت كاريه شي ابارتمون في شي عماره في شي حي راقي، ولا حتى فيلا الا كانت كتشتغل على مستوى كبير ديال النصب والاحتيال، كيكونوا كيكريو فيلات وكيجيبوا بنيات كيخدموهم. داكشي انت كتدخل كتقول هذه شركه
كاين اللي كيقول لك شركه وطنيه، كاين اللي كيقول لك ملتي ناسيونال، شركه دوليه. والناس كيتنصب عليهم بهذه الطريقه، اللي كيعطي 700، اللي كيعطي 1000، اللي كيعطي 2000 درهم، اللي كيعطي 3000. وهذوك النصابه كيجمعوا واحد الكم كبير ديال الفلوس، كياخذوه وكيمشيو في حالاتهم، وكتضيع الاحلام ديال هاد الشبان وديال هاد الشابات ديالنا. وراني غادي نخصص حلقه خاصه لهذا الموضوع، فيها وقائع ديال الناس اللي غادي يحكيو لنا بالتفصيل كيفاش وقع لهم مع هاد الشركات الوهميه. ولانها بدات كتنتشر بزاف هاد الشركات الوهميه، فكان لابد ان برنامج حطي راسك يوقف عند هذا الموضوع ويتكلم عليه بتفصيل. حضيو راسكم.